الاهلي يكتسح اوكلاند سيتي بثلاثيه نظيفه في افتتاحيه كاس العالم للانديه. وسيبك بقى من الناس اللي هتطلع بعد المباراه، لان عارف ومتاكد مليون في الميه ان في ناس هتطلع بعد المباراه تقلل من حجم فوز النادي الاهلي النهارده على اوكلاند سيتي بثلاثيه نظيفه، ويقول لك ما تفرحش قوي كده، دي فرقه متواضعه وفوز سهل للنادي الاهلي واستنى المباراه الجايه. انا بقول لك سيبك من الناس دي كلها، افرح النهارده بالنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده يشرف، النادي الاهلي النهارده يفرح، النادي الاهلي النهارده نازل من اول دقيقه، نازل وهو عارف هو عاوز يعمل ايه من المباراه. ضغط، سيطره، واستحواذ، خلق فرص. ضيعنا فرص كتير جدا في الشوط الاول، لكن ربنا كرمنا الحمد لله بهدف حسين الشحات الصاروخي في الوقت بدل الضايع في الشوط الاول. هدف طبعا يدينا ثقه كبيره جدا واريحيه كبيره جدا في الشوط الثاني، ورفع من علينا الضغط بشكل كبير جدا في الشوط الثاني، وخلانا نلعب بثقه كبيره جدا مع بدايه الشوط الثاني. فهدف حسين الشحات في الوقت بدل الضايع كان هدف مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النقطه الثانيه المهمه جدا اللي هتبين لك بقى شكل النادي الاهلي الفتره اللي جايه هيبقى عامل ازاي، لان النهارده كولر بدا المباراه ب 4-3-3 وريح قفشه على الدكه. ده الشكل والطريقه والاسلوب اللي هيعتمد عليها كولر الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي. وطبعا دوت هيبين لك حاجات كتير جدا. هو ليه كولر استبعد واحد زي برونو سافيو؟ لانه ببساطه مش هيعتمد على صناع العاب الفتره اللي جايه، فمش محتاج 2 صناع العاب معاه في القايمه، برونو سافيو وقفشه، فقرر ان هو يستبعد برونو سافيو اللي مستواه اقل بكتير جدا من قفشه. تاني حاجه، السؤال اللي كان محير الاهلاويه هو ليه النادي الاهلي بيجيب لعيبه في نص الملعب مع انه عنده لعيبه كتير جدا في نص الملعب، عنده 3 في المكان دوت وبيشاركوا وبيلعبوا، اللي هو عمرو السوليه وحمدي فتحي والو ديانج. ليه النادي الاهلي يجي في الصيف يجيب واحد زي مروان عطيه، وليه الاهلي يجيب واحد زي احمد القندوسي؟ ببساطه السؤال دوت كولر رد عليه النهارده، وهو بدا المباراه ب 4-3-3، وهو دوت تقريبا الشكل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي مع كولر الفتره اللي جايه. فطبعا في 4-3-3 النادي الاهلي محتاج لعيبه كتير في نص الملعب، عندك 3 بيشاركوا وبيلعبوا مع النادي الاهلي بشكل اساسي، محتاج بقى تدعيمات في الخط دوت. فاروح اجيب مروان عطيه لعيب بيلعب نمره 6 وبيلعب نمره 8، اروح اجيب احمد القندوسي لعيب بيلعب نمره 6 و8 و10. فطبعا الاهلي جاب صفقات كتير في نص الملعب، لان كولر في طريقه 4-3-3 يحتاج لعيبه كتير في نص الملعب، حتى بدايل للعيبه الاساسيه اللي بتشارك بشكل اساسي مع النادي الاهلي. فعشان كده راح جاب مروان عطيه وراح جاب احمد القندوسي. النقطه الثالثه المهمه جدا ان كولر النهارده بدا المباراه بمحمد شريف، وده يبين لك قد ايه ان كولر مدرب ذكي وبيقدر يستغل الحاله الفنيه الكويسه جدا اللي فيها لاعبته وحاله التالق اللي فيها محمد شريف، وبيثبت كلامه ان في المكان دوت اللاعب اللي هيلعب هو اللاعب اللي بيسجل عدد اهداف اكتر. فطبعا الراجل ادى لمحمد شريف في مباراه الزمالك في الشوط الثاني، محمد شريف سجل هدفين وتالق بشكل كبير. المباراه اللي بعديها كافئوا الراجل واداله في مباراه البنك الاهلي محمد شريف سجل هدف الفوز. النهارده الراجل بيستغل بقى حاله التالق اللي فيها محمد شريف وبيديله في افتتاحيه كاس العالم للانديه، والراجل ما بيغزلهوش وبيرفع راسه وبيسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في الشوط الثاني. فطبعا دوت يبين لك قد ايه كولر مدرب ذكي جدا، وكولر بيقدر ان هو يستغل الحاله الفنيه الكويسه جدا اللي فيها لاعيبته. النقطه الاخيره ان باين جدا كل لاعيبه النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله مع كولر اللعيبه كلها فايقه، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها في مستوى فني عالي. النهارده حسين الشحات بيواصل التالق بقى وثبات المستوى الكويس جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وبيسجل النهارده في افتتاحيه كاس العالم للانديه. النهارده محمد شريف بيسجل الهدف الثاني ويواصل بقى سلسله التالق اللي بيعيشها الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، بيسجل في المباراه الثالثه على التوالي. النهارده بيرسي تاو بعد الرجوع من الاصابه بيسجل النهارده قدام اوكلاند سيتي. فطبعا هدف مهم جدا لبيرسي تاو يديله ثقه كبيره ودفعه معنويه كبيره جدا باذن الله مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. فطبعا النادي الاهلي كل اللعيبه في حاله فنيه جيده جدا، وتحس ان كل اللعيبه فايقه ومركزه بشكل كبير جدا مع كولر، وان شاء الله من افضل لافضل باذن الله. وطبعا فوز مهم للنادي الاهلي في افتتاحيه كاس العالم للانديه. عندنا مباراه صعبه بقى، المباراه الاهم بالنسبه للنادي الاهلي تعدينا وتخلينا ناخد خطوه افضل في كاس العالم للانديه ونروح بعيد بقى للمباراه النهائيه باذن الله تعالى. لكن عندنا مباراه صعبه جدا قدام فريق سيتي البرازيلي، مباراه صعبه جدا للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي اداه وقدود، وباذن الله النادي الاهلي يشرفنا في المباراه اللي جايه، وان شاء الله النادي الاهلي نشوفه في النهائي باذن الله تعالى. وليه لا النادي الاهلي باذن الله تعالى ياخد ذهبيه كاس العالم للانديه ويستمر بقى ان هو يفرحنا ويشرفنا باذن الله تعالى. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي
الاهلي. اتمنى يا رب يكون كلام في الكوره عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.